كرة القدم وكل شيء جاهز لهذا اللقاء. معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. سأتواجد معكم في كابينة التعليق لتغطية أحداث هذه المباراة. فريق نوتنغهام فورست يواجه البي اس جي. نتطلع لهذه المواجهة ونتمنى بأن تكون مليئة بالمتعة والإثارة. هاري كين، إمكانية للتسديد. راية من مساعد الحكم تعنى وجود تسلل. دي ليخت يستعيد الكرة بهذا التدخل. كرة تفلت من اللاعب إلى خارج الملعب. سيرخيو راموس، ديفيد ألابا، كرة بتصل إلى جينارو جاتوزو. فابيو كانافارو، دفاع حديدي، خلصوا الكرة وأوقفوا الهجمة. حلو التدخل والكرة إلى ركنية. تنبت قصيرة. شوف التدخل، لكن الكرة بتطول بعد ذلك وبتتحول إلى رمي التماس. فابيو كانافارو، دي ليخت، الله على قطع الكرة. دفاع ممتاز في هذه اللقطة. حلوة البينية العالية. تدخل بشكل سليم. شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة. حلوة التسديدة، كانت قريبة من المرمى لكن عدت، لكن مرت. كان ممكن تكون هدف في اللقطة الماضية. ديفيد ألابا، فابيو كانافارو، هاري كين، هاري كين، تسديدة ممتازة للتقدم. يا رباه، هدف أول ونقطة تحول. الله على البداية، الله على الافتتاح. شوف اللقطة، شوف الإعادة، كانت في منتهى الروعة، في سقف المرمى تحرك الشباك. هدف أول في المباراة. تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. تدخل ممتاز، تخرج الكرة للتماس. تدخل ممتاز بيخلص الخطورة من منطقته. ألا مع جاتوزو، تدخل في توقيت مناسب. الله على استخلاص الكرة. إذا مشاهدينا متابعينا، الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول. فاصل قصير ثم لنا عودة. ضربة بداية الشوط الثاني من البي اس جي. ماركو جرويتش، ممتاز راموس في التدخل واستعادة الكرة. خطأ يحتسب لمصلحة باريس سان جيرمان. تمريرة إلى هاري كين، الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات. ممكن نشوف حكم المباراة يخرج الكرت الأحمر في هذه اللحظات. لوزانو، رودريغو، كراها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. ماركو جرويتش يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. الله على حارس المرمى، الله على هذا التصدي. أي تألق وأي إبداع. هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة. الأمور لم تنتهي،
يشوف الآن إعادة كرة الهدف بداية من الكرة العرضية وبرأسية مثالية، حطها في المرمى ولم يعطي حارس المرمى أي مجال. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. ماتو كرويتش، هاري كين، سيرجيو راموس يقطع الطريق. هاري كين، سيرجيو راموس يقطع الطريق. ستيفن بيركس، انطلاقة ممتازة يتقدم فيها. 3 دقائق لا أكثر كوقت مضاف. تدخل يبعد الكرة. صافرة النهاية، PSG يخسر اليوم، يوم كان للنسيان ومباراة سيئة. المدرب الآن سيكون تحت ضغوطات كبيرة. أداء أقل من المتوقع.